ازيكم؟ لو عايزين تعملوا الزيتون المخلل مظبوط جدا، مش هيطلع منك مهري ولا ممرر. هنظبط ملحه كويس جدا. هقولك على شويه تريكات واضافات هتخلي لك طعمه حلو قوي. عايزه تستغني منها عن اي حاجه هقولك ايه اللي ينفع نستغنى عنه، اللي لا لازم نحطه. تعالوا يلا بينا نبتدي. وانا هشتغل معاكي على كيلو من الزيتون، عشان انتي تضعفي وتظبطي المقادير زي ما انتي عايزه. انا جبت كيلو زيتون تفاحي، هنغسله كويس وننزل عليه بربع كيلو فلفل حامي. ده فلفل بلدي بشيل الروز بتاعته واغسله حلو جدا، وهنزل عليه هنا برضو بحزمتين كرفس. بغسل الكرفس حلو، بقطعه قطع صغيره وبنزل بيه على الزيتون بتاعي. وهنا بنزل بعصفر وحبه البركه، 3 معالق كبار من العصفر، 3 معالق كبار من حبه البركه. وهننزل كمان بهريسه حاره لو انتوا حابين. وهننزل بفلفل رومي احمر بضربه 3 فلفلات كبار كده في الكبه، وبنزل بيهم. عايزين تستغنوا عن الفلفل الهريسه الحاره استغنوا عنها لو انتوا مش عايزينه يبقى حامي. عايزين تستكفوا بقرون الفلفل الحامي اللي احنا حاطينه تمام، بلاش الهريسه الحاره. ولكن حاولوا تحطوا الفلفل الرومي الاحمر اللي هو العادي علشان ناخد لون حلو. وهنا انا نزلت باربع جزرات بشرتهم تمام بالمبشره، 4 جزرات كبار. لو عايزين تزودوا عن كده تمام. وهنبتدي نقلب كل المكونات بتاعتي دي بقى مع بعض كويس كده، اتاكد ان هي كله خد من طعم بعضه، علشان ما يبقاش المكونات يعني راكزه في حته وحته لا. وبعد ما اجهز معايا الزيتون بالخليط بتاعي ده، هكون غاسله البرطمان بتاعي حلو جدا. انا بغسله بميه سخنه بعقمه حلو هو والغطا. وبعد ما ينشف ويتهوى شويه ببتدي انزل بالزيتون بتاعي في البرطمان. واهم حاجه وانا بنزل بيه بفضل يعني اضغطه كده لتحت تمام. قبل ما اشتغل في الزيتون بتاعي بكون مجهزه نص كيلو من الليمون، بكون عصراه تمام. لكل كيلو زيتون بناخد ليه نص كيلو ليمون تمام. الزيتون لازم يتخلل بليمون. بعصر الليمون، بغسله طبعا الاول كويس جدا، بعصر الليمون وباخد القشر بتاع الليمون اللي انا عصرته تمام، بحطه على وش الزيتون من فوق، علشان اضمن ان ما يخشش للزيتون اي هوا خالص ولا يحصل اي عفونة للزيتون بتاعي تمام. فببتدي بضغط السطح بتاع الزيتون بقشر الليمون دوت. وبعد كده بنزل بعصير الليمون بتاعي، طبعا بكون مصفيه من البذر بتاع الليمون. هنزل بيه على الزيتون بتاعي وكده يكون البرطمان بتاعي جاهز. هركنه على جنب ونظبط مع بعض محلول التخليل. ابدأي قبل ما تشتغلي برضو في الزيتون اغلي شوية مية حلوين كده. انا بغلي حلة مية تمام، وبركنها على جنب تبرد خالص. وبعد كده ببدأ اعير كمية من المية هظبط عليها ملحها، هقولك ازاي تظبطيه مظبوط جدا تمام. هنا لكل مج او كوباية كبيرة معلقة ونص ملح، معلقة تكون كبيرة تمام، معلقة ونص ملح لكل كوباية أو مج، عليهم معلقة صغيرة سكر تمام. أنا حطيت هنا 3 كوبايات، وقلت لو عوزت تاني هحط. ده الملح والسكر أهو، 3 معالق صغيرين سكر و4 معالق ونص ملح. يبقى للزيتون غير أي مخللات. المخللات كلها بتاخد لكل كوباية مية معلقة ملح. الزيتون لازم نزود كمية الملح، نضيف نص معلقة زيادة ملح علشان يقعد معايا فترة كبيرة، الملح يحافظ عليه وما يتهريش مني. وهنزل بمحلول التخليل على الزيتون بتاعي لحد ما اغطيه. وهكون مجهزه معايا شويه زيت صغيرين في كوبايه. انا بحاول هنا اضغط على الليمون والزيتون لجوه. وكان عندي باقي من الخلطه اللي احنا عملناها ديت، عندي شويه صغيرين باقيين من طبق الزيتون تمام، حطيتهم على الوش. يعني انا مسحت الطبق كده ولقيت حبه حطيتهم على الوش خلاص. ونزلت بقى هنا بالزيت على وش البرطمان. انا كده هنا بضمن وبكتم خالص عليه اي هوا يخش له ستريتش راب، او لو ما عندكيش ستريتش راب هتجيبي كيس بلاستيك وتغطي الوش بتاعي. انا حاولت ان انا اقفل عليه حلو جدا تمام. وهنبتدي نغطي الغطا. هنبتدي ناكل منه امتى؟ بعد 3 شهور. عدي 3 شهور من يوم ما انتي هتخلليه وابتدي افتحي عليه وهتاكلي احلى زيتون مخلل. عايزه تسيبيه رمضان هو هيقعد معاكي للسنه. انتي بعد ال3 شهور هتبتدي تاكلي منه. لو عايزه تسيبيه زي ما هو مقفول كده، مادام احنا مش شقينه بالسكينه او مفدغينه، خلاص هيعيش معاكي تمام. جربي بقى الطريقه دي وانسي اي طريقه تانية جربتيها وان شاء الله تاكليه ولا ممرر ولا مهري ولا اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنتضايق منها دي في تخليل الزيتون. جربوه، هستنى رايكم. ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.